انت كمان بتفهم في الاكسل؟ طب بص بقى معلش، خد لنا اشتغل لنا على الاكسل فايل ده شويه فورمولاز محتاجه تتظبط مع تشات جي بي تي. مش هتاخد منك ساعه. عارف الموظف اللي ما بيعرفش يقول لا حتى لو بيجي على نفسه؟ طب عارف البنت اللي بتسهر مع صاحبتها علشان تجهيزات الفرح لايام حتى لو هتسقط من التعب؟ هم دول اسمهم جدعان ولا بيبل بليزرز؟ وليه مش كل الناس كده؟ السر في حاجة اسمها سمة اللين أو الأجريابلز. الموضوع ببساطة إن دي الطريقة التلقائية اللي بنتفاعل بيها مع الناس على حسب مستوى اللين عندنا. في ناس بقى درجتهم فيها عالية، دول الناس اللي بيحسوا بالسعادة لما يرضوا اللي حواليهم حتى لو على حساب راحتهم. وفي ناس تانيين درجتهم فيها قليلة، ودول الناس اللي بيبقى سهل عليهم جدا يحطوا حدود وبيقولوا لأ من غير ما يحسوا بالذنب. وفي الحقيقة لا الأولاني ضعيف ولا التاني متكبر. طيب دلوقتي اللي عنده درجة اللين عالية أو قليلة يعمل إيه؟ أول حاجة مهمة إن هو يتقبل طبيعته الشخصية ويعرف إن دي حاجة ربنا خلقه بيها. وبعد كده يبدأ يتعلم مهارات تخليه لا يجي على نفسه ولا يجي على اللي حواليه. وفي بقى فيلم اسمه ياس مان لجيم كاري. الفيلم ده بيحكي قصة راجل قرر يوافق على أي حاجة بتطلب منه. تفتكر بقى لو حد قرر يعمل كده حياته تبقى عاملة إزاي؟ لو عايز تعرف أكتر عن باقي سمات الشخصية اعمل لنا فولو، وما تنساش تدعي لإخواتنا. وبس كده. سلام.